السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مجددا في عز الحدث الذي نسلط فيه الضوء على أهم الأحداث في وسائل التواصل الاجتماعي، ونتواصل فيها مع أصحاب الشأن. الحدث اللي بنتكلم عنه اليوم جاي على شقين كلها لها علاقة بنادي النصر. الحدث الأول هي حقيقة مفاوضات نادي النصر لسالم الدوسري اللي الناس تكلمت عنها بشكل كبير خلال اليومين الماضية، ووصلت إلى أقصاها مساء اليوم. والأمر الثاني أيضا تكلمت عن سبب تخلف عبد الله العنزي عن بعثة النادي في مباراته الماضية أمام الأهلي التي أقيمت في جدة وانتصر فيها نادي النصر بهدفين. لمزيد من التفاصيل حول الموضوعين معنا اليوم الأخ أو الزميل علي القحطاني مراسل صحيفة عز الإلكترونية. مساك الله بالخير علي. هلا والله أخوي سليمان، مساء النور. علي، سريعا، اليوم الناس تكلمت أو خلال اليومين الماضية الناس كانت تتكلم عن حقيقة مفاوضات نادي النصر لسالم الدوسري، وش آخر الأخبار حول هذا الموضوع؟ في البداية بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص سالم الدوسري مفاوضاته مع نادي النصر، اللي توصلنا له من مصادرنا الخاصة أنه عن عدم وجود أي مفاوضات حتى هذه اللحظة بين أي طرف يخص سالم الدوسري أو نادي النصر من جهة أخرى حتى هذه اللحظة. يعني لا يوجد أي مفاوضات على الإطلاق. اللي كان حاصل مجرد مفاوضات من نادي الأهلي كانت قبل شهر تقريبا، لم تشهد الجدية. تراجع نادي الأهلي عن فكرة التعاقد مع اللاعب، واللاعب إلى الآن لا زال متردد في قبول عرض الوحيد المقدم له من إدارة نادي الهلال حتى هذه اللحظة. هذا باختصار اللي حاصل حتى هذه اللحظة. طبعا أنا ما أعلم المستقبل إيش راح يصير فيه، ولكن إلى الآن ما في أي مفاوضات بين الطرفين. يعني احنا نتكلم اليوم اللي هو يوم الأحد 19 فبراير، أحد الساعة الحين الساعة 10، ما في أي مفاوضات من النصر لسالم الدوسري. ما في أي مفاوضات أبدا بين الطرفين، سواء وكيل أعماله أو اللاعب سالم الدوسري أو من الطرف الآخر اللي هو نادي النصر. العرض الوحيد المقدم له من نادي الهلال، ولا زال اللاعب متردد في قبول العرض. احنا طلعت لنا معلومة جديدة الآن، أيضا الأهلي كان مقدم عرض لسالم الدوسري قبل شهر. الأهلي نعم، الأهلي كان مقدم له عرض قبل شهر. استمرت المفاوضات عدة أيام. بعدها ما كان في جدية للمواصلة في التعاقد مع اللاعب أو الاستمرار في المفاوضات. انسحب النادي الأهلي، بقى العرض الوحيد من إدارة نادي الهلال للاعب. جميل. أحسن بس نلخص الموضوع. إذن لا يوجد حسب مصادرنا في عز، حسب يعني الكلام اللي انتشر اليوم حول مفاوضات نادي النصر لسالم الدوسري لا أساس لها من الصحة. خلينا نتكلم عن الموضوع الثاني سريعا علي، عن موضوع عبد الله العنزي أيضا اللي تكلموا عنه بشكل كبير اليوم خصوصا في تويتر. عبد الله العنزي لم يلتحق ببعثة النصر في جدة قدام الأهلي، ايش سبب؟ باختصار الحارس المدرب الفرنسي باتريك فضل وجود الكابتن وليد عبد الله في القائمة الأساسية في المناورة الأخيرة اللي أجراها قبل السفر بيومين. طبعا لما فضل الكابتن وليد عبد الله المدرب الفرنسي عبد الله العنزي اليوم اللي بعد التمرين اللي بعده تغيب عن التمرين، طبعا كنوع من الاحتجاج على وجوده في قائمة البدلاء للكابتن وليد عبد الله. وخصوصا عبد الله العنزي كان هو الحارس الأساسي في مباراة فريقه أمام الوحدة. تقصد علي التمرين الأساسي اللي قبل المباراة في الرياض؟ اي نعم، قبل السفر. بعدها تغيب عبد الله العنزي عن التمرين، فاضطر المدرب الفرنسي باتريك انه يستبعده من القائمة المغادرة للسفر لجدة. وطبعا يعني حتى اوضح لك، كان متضايق المدرب من تصرف عبد الله العنزي في الغياب اللي كان قبل التمرين قبل السفر بيوم. يعني انزعج كثير من الغياب، ومفروض يعني هو كان حسب وصفه انه مفروض اللاعب يتقبل القرار ويتقبل هذه امور فنيه، انه انا اخترت وليد عبد الله كلاعب اساسي. فلما تغيب اضطر المدرب الفرنسي انه يستبعده نهائيا عن البعثه المغادره باذن الله. واضح. جميل جدا، يعطيك العافيه علي. الله يعطيك العافيه، الف شكر لك اخوي سليمان. شكرا جزيلا. كان معنا الاخ علي القحطاني مراسل صحيفه عز الالكترونيه الذي اوضح ما حدث اليوم او تكلموا عنه الناس في وسائل التواصل الاجتماعي. الامر الاول هو لا حقيقه لمفاوضات نادي النصر مع لاعب الهلال سالم الدوسري، هذا الامر لا اساس له من الصحه حسب ما نقل من
أو حسب ما أكدها الأخ علي القحطاني. الأمر الآخر سبب تخلف حارس النصر الكابتن عبد الله العنزي عن بعثة النادي التي غادرت إلى جدة لمواجهة نادي الأهلي اليوم الجمعة الماضي كان بسبب تغيبه عن التمرين الرئيس في الرياض قبل المباراة. تغيب الكابتن عبد الله كان نوع من أنواع الاحتجاج بسبب اعتماد مدرب النصر على الحارس الجديد وليد عبد الله كحارس أساسي، فتغيب الكابتن عبد الله عن التمرين مما أدى إلى استبعاده من قبل مدرب فريق النصر. هذا مجمل ما حبينا نوضح اليوم للشارع الرياضي أو للمتابع الرياضي. نتمنى أيضا أن نلتقي في أحداث قادمة نضع فيها المشاهد أو المتابع الرياضي في المشهد وتكون الصورة واضحة أمام الجميع. نلتقي إن شاء الله في أحداث قادمة في عز الحدث. تمسون على خير.